فيديو جديد من شارع الحسن الثاني تمارا. بالضبط هنايا في هاد البلاصة كتسمى بالحزام الأخضر، كتواجد بالقرب من حديقة ديال الحيوانات ديال تمارا اللي معروفة. يعني ناس الرباط ناس سلا ضروري غيعرفو هاد البلاصة أكيد. الحزام الأخضر هو هذا اللي كيبان أمامنا على اليسار، كيجي مباشرة حداه حديقة ديال الحيوانات اللي كتواجد تمارا. يعني هذه هي الحديقة. هذا هو المدخل ديالها، اللي معروف على صعيد الرباط له النواحي. وهنا غيبان قدامنا ملعب مولاي عبد الله، اللي غيكون من أجمل الملاعب في المغرب. هنا غادي يحتضن كأس إفريقيا وكأس العالم، كأس إفريقيا 2025 كأس العالم 2030 اللي غيتنظم في المغرب إن شاء الله العاصمة اليوم البرتغال. من هاد البلاصة اللي كتعرف أشغال بزاف من هاد تيران مولاي عبد الله، منها تيران آخر أولمبي. هذا هو ملعب مولاي عبد الله، كيلعب فيه فريق الجيش الملكي. شغال ديالو. هنا غادي تبان قدامنا المحطة الطرقية ديال الرباط، متهيألي تدشنات جديد في هاد العام اللي فات، السنة الماضية التدشين ديالها اللي جات مكان المحطة القديمة اللي كانت في الرباط في القاهرة. هذه هي المحطة الجديدة ديال الرباط، المحطة الطرقية هي هادي كتبان قدامنا بالبيض. أنا مباشرة غادي نخرجو في الطريق اللي كتهبط بين الأقدال وكتهبط الرباط.